يسعد لي مساكم ورد وعسل. رايحين الى مكانين جميلين موجودات وين مدينة صلالة جميلة، وهو عين آكور مو صح؟ عين كور وشاطئ المغسيل. ابقوا ويانا تغطيتنا هاي الاماكن الجميلة. اليوم شباب حبايبي شوفوا السيارات باعوا شلون، يعني سيارته اذا مو في وين لحد يجي بهذا المكان باعوا. السلام عليكم. هنا شو نريد عندكم شير ولايك ومتابعه لاحمد. الله اكبر الله اكبر يا معلم. تردد حيل يا اخي. وهاي منها شلون؟ كيلوين و700. يقول خاف وما ادري شنو ومتردد. هاي مشي راد له مشي. انا ايش قلت له؟ قلت له اخوي شد المتاعات مالتكم. باش مسوي؟ وهاي القفازه هاي ترى مو حذاء وهاي لا هاي شبشب. اي مثل ما تفضلت. شبك هاي. يعني باع عندكم هذا حال الشركه. باع السيارات باع. شوف شد لها ناكلها باع. يلا ابو عليوي وانت قيس، يعني اذا مو سيارته فور ويل لا يجي اصلا، او مو يجي باوعين يخلون هذا. هنا تطبق سيارتك تتمشى كيلوين و700. شوفوا الشباب باعوا. هاي المناظر حطها. ابقوا ويانا وتغطيتنا لهذا المكان الجميل. اخواني نكرر هاي الملاحظه، اللي يجيب سيارته لان تاجير السيارات هنا موجود بكثره بمدينه صلاله. يعني اللي ياجر سياره ياجر سياره فور ويل على مود شنو شغلته طيبه. باعوا هنا سيارات هسه سيارات كلها حديثه وكل هذا وقاعد تطمس بالمي المسافه كيلوين و700. هم ينزلون على راحتهم، هي رادلها شلعه. اي لا يعني شغله، بس هو المكان يستاهل بشكل يعني. واي شيء حابين تعرفونه اكتبوا لي بالتعليقات. هاي المسافه كلها راح نمشيها. شوفوا وهذا الطريق مالنا، هذا الممشى بين الغابات بين السهول. واهم شيء شباب التجهيزات الرياضيه اذا جيتوا لهذا المكان. بس باعوا فاضل شلون مجهز روحه تجهيز رياضي بس باعوا. شوف الرياضه ما كل شيء ماكو. هاي تجهيزات ما جايين. لا بالعكس لا. اذا على شكل سيركس هاي تور. اي بس يراد تجهيزات رياضيه حقيقيه لهذا المكان. بس باعوا الممشى شوف بين الجبال بين الطبيعه الخلابه. يعني امور طيبه. وراح نعطيكم الاسعار وادق التفاصيل الباقيه ان شاء الله عن هذه الرحله. هي راح نروح لها هي هذا المكان وشاطئ المغسيل مثل ما قلت لكم. نعطيكم الاسعار وادق التفاصيل رحلتنا كامله ان شاء الله. اكيد سياره فور ويل والتجهيزات الرياضيه يجيبونها. واذا حابين هاي الملاحظه جدا جميله اكلكم تجيبون هنا والشوي وكذا. يعني مكان صدق يستحق المغامره. نرجيله تتمشى شلون يشيل. اي المحبين هذه الاشياء. برغام على جاشي على الولد فقار. يعني وهاي دعوه لاصدقائكم تنشرون الفيديو لهم تودونه بهذا المكان. شوف رب العالمين جميع الشباب جميع المغامرين يجون هذا المكان. قطعنا حاليا نصف الطريق، يعني هسه حاليا احنا قطعنا تقريبا كيلو ونص وباقي لنا كيلو 300 او كيلو 200. يعني التجربه والمغامره انصح بها وبشده. الماء العكر لازم المستلزمات وياكم. واللي يصيد بالماء العكر. زين من المشروبات الغازيه والمي وكذا الى اخره. وانا هاي العبرات شوفوها شلون يعني يقدرون الناس يعبرون بالنهر. واخيرا وليس اخرا وصلنا الى الشلال الجميل شلال اوغور في مدينه صلاله الرائعه.
هسه راح اراويكم المنظر اللي صحيح مثل ما سموها سويسرا العرب. هسه راح تشوفون المنظر فد شي خيال. ابقوا ويانا بتغطيتنا. ابراهيم شوف هنيك شايف يجي التلا لا؟ شايف يجي شيء؟ طبعا. وين؟ اندونيسيا عالم ثاني. يا شباب حقا يستاهل هذا الشلال، شلال اوغور يستاهل المغامره، ومن اجمل الشلالات بوجهه نظري هو شلال اوغور في مدينه صلاله لحد الان. عين اثوم وشلال اثوم شفته جميل ويستحق الزياره، لكن هذا الشلال حقا جميل، يعني كله طبيعي، حتى المي طبيعي، مو اصطناعي مثل باقي المدن يكون لك صناعيات، لا هذا الشلال رغم التعب وعناء الطريق كيلوين و700 مشي، لكن يستحق الجدارة هذا التعب اللي تعبناه والمغامرة اللي يعني قمنا بها، يستحق التجربة وتستحق العناء. أنصح به وجدا أنصح به جميع مشاهدينا يجون لهذا المكان الجميل، وأكرر أي شيء عن مغامرتنا وعن رحلاتنا تقدرون تعرفونه، وأي معلومة حابين تسألون تكتبوا التعليقات، وانا خادم متدربا. لا تنسون الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس. حاليا انتهت جولتنا في شلال اوغور جميل، وراح نعطيكم يعني معلومات بسيطه عن الطريق. الطريق من بدايه السيارات اللي هناك اللي هي مو دفع رباعي تقريبا المشي 30 دقيقه، والعوده نفس كذلك، لكن اللي عنده سياره دفع رباعي راح يجي يوقف السيارات هنا. باعوا هاي السيارات، يعني المسافة عن الشلال جدا قريبة، بس احنا ما عندنا سيارة دفع رباعي، فاضطرينا ننزل بهذا المكان اللي هو مسافة تقريبا كيلوين و700، المشي مالته نص ساعة، لكن المشي بهاي الغابات والاجواء الجميلة هو ايضا ينطيك فد نوع من المتعة بالمغامرة والسفر. لهنا تنتهي جولتنا بشلال اوغور الجميل، وراح نروح هسه الى شاطئ المغيسين. ابقوا ويانا بتغطيتنا لباقي الاماكن السياحيه. تبارك الله. هاي يسموه دو سلام واحد، دو سلام. How are you? Good morning. مين قال لك اجانب؟ انجليزي؟ ده انجليزي هذا. بس. يسعد لي مساكم ورد وعسل. وصلنا الى شاطئ المغسيل، من اجمل المكانات ايضا اللي ممكن تزورها. انا جاي اختصر لك مكانات تزورها، مكانات جميله في مدينه صلاله. شكو مكان نروح له واصور لك اياه، يعني هذا يعتبر مكان جميل ومكان رائع، ولازم عليك اذا جيت مدينه صلاله لازم تزوره. فهذا الشاطئ من اولويات المسافر المدينه صلاله لازم يزوره. ليش؟ عدة اسباب هسه راح اراويكم شنو الموجود، وراح اصور لكم ادق التفاصيل الموجوده بهذا المكان. ابقوا ويانا بتغطيتنا. حبايبي هنا الجراج، جراج السيارات، تطبق سيارتك هنا بهذا المكان وتنزل. عندك هنا دورات مياه، عندك هذا الشاطئ، لكن احنا وجهتنا هي شاطئ المغسيل اللي هو صاير بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه من هنا، من هذا الجبل شوفوه يمه. عندك هنا بهذا الاتجاه عندك هنا يجرون سيارات ياخذونك من هذا المكان يودونك للشاطئ بنص ريال.
لكن حاليا هاي الخدمة متوقفة. هسه راح نمشي مشي لهذا المكان. وانا عندك هاي المسافة اللي نمشيها تقريبا يعني 1 كيلومتر، وعندك هاي العربات اللي اجتي اللي هي سعرها توديك للشاطئ المرسي هي نص ريال عماني. تعتبر عربات سياحية. هاي عربات سياحية بنص ريال عماني. يقع شاطئ المغسيل على بحر العرب. وانا اكرر اي شيء تردونه اكتبوا لي بالتعليقات. سبحان الخالق على هذا الجو وهذا المنظر الخلاب. يعني نادرا ما تلقى هيك مناظر بالدول العربية، نادرا. سبحان الخالق. عندكم هناك هاي الحفرة اللي يطلع من الضغط مال المي والموج القوي راح تطلع شلون الشلال. شوف 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 شوف, شوف. حبايبي بلدية ظفار كاتبين لك التحذير وهو عدم السباحة بهذا المكان. هسه راح اراويكم التحذير تقرون عدل من هنا افضل. حفاظا على سلامتكم يمنع تجاوز الحاجز او السباحة لخطورة التيارات البحرية وشدتها. هذا الحاجز ممنوع تعبره. ليش؟ اكو خطورة لان البحر امواجه قوية حيل، ومواسم سابقة وقعوا وراحوا بهذا البحر وانتهت حياتهم. وعندك هنا تيارات الامواج، تيارات البحر القوية والامواج تجي تصعد باع. شوف البحر وين، وتجي من شدة الامواج القوية تصعد وين هنا. هاي الامواج شوفوا. اخوان تحذير بالنسبة للحشرات. هاي الحشرات اللي تشوفوهن يعني كونوا على حذر انتم بهذا المكان. ما يخالف، تعرفوا النساء شوية خوافات. يستعجل الامر واحد. هلكتها وقفنا انا والطير. ليش؟ اي بحر. عندكم هاي الجلسات تقدرون تستأجرون احد الجلسات هاي الجميلة على هذا الشاطئ الاكثر من رائع. شوف وين صايرات باع باع. لهنا وتنتهي جولتنا الجميلة بشاطئ الجميل الممتع
شباب شنو رايكم بالجوله وجولتنا السياحيه في مدينه صلاله؟ ياسر ياسر شنو فاضل تبي فاضل ياسر فاضل ياسر شفتهم بالرحله الجايه قرعه راح نسوي اي ياسر شنو خبل رأيك؟ بشده كاجواء خبل بشده والله جميله وفوق ما تتصور. يعني فوق الممتاز. الرحله راح نعطيكم عليها مثلا سعر التاكسي اللي اخذناها. بعد اكو اقول له اخليها. لا مو مفاجاه للمتابعين، تنتظرونا فيديوهات جديده ومقاطع جديده عن مدينه صلاله. بس هاي مو هسه انتهت، لا بعد بعد جولات طبعا. لا ما اقول الاقوى ضامنكم. باكر سعر التاكسي اللي اخذناه من مدينه صلاله اللي احنا قاعدين من الفندق هو 20 ريال عماني للرحله كلها. الاماكن هسه هاي اللي راودكم اياها كلها 20 ريال عماني ذهاب واياب، ياخذنا وينتظرنا كذا الى اخره ورجعنا وين للفندق. 20 ريال يصير 50 دولار تقريبا، 50 دولار او 51 52 بالحدود للرحله كلها. هذا الشيء الانسب والافضل كمجموعه، احنا ثلاثه، اذا اربعه تجون بعد افضل يصير لكم. عرفت شلون؟ الشركات السياحيه اللي جاي تجي من العراق تاخذ على مكانين ما يستحقن زياره اصلا المدينه صلاله، ياخذون 135 دولار. فانتم اذا شباب 4 6 8 10 3 الافضل تجون وترتبون رحلتكم مثل ما احنا رتبناها وقمنا بهاي الجولات السياحيه. احنا بنفسنا قمنا بهاي الاشياء، لان الشركه حتوديك في شيء تافه ما بي اي مغامره. احنا هاي المغامره اللي سويناها مستحيل، وسابع المستحيلات قريت هواي برامج ما يجيبون الشركات لهاي الاماكن. ويانا شباب بس ويانا بس لما عافوكم اي بمدينه صلاله احنا تخابرون تصلون ويانا تخيلكم وتخيل الله سووا لنا برنامج سياحي لمدينه صلاله. فانتظرونا بمقاطع فيديوهات جديده ومعلومات سياحيه لجميع البلدان. لا تنسون الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس.